قام الرجل برمي كيس قمامة عند بابه بشكل عادي. لم يتوقع أبدا أن يتسبب ذلك في أن يتصارع أغنى الناس في المقاطعة بأكملها عليه، حتى أنهم بدأوا يتصارعون على القمامة داخل سلة المهملات. وعندما كان ملياردير على وشك أن يأخذ لقمة من القمامة، اندفعت امرأة فجأة إلى الأمام، أمسكت بكيس القمامة وألقت 30 مليون دولار كتعويض، وغادرت لأن ذلك الكيس من القمامة لم يكن قمامة عادية، كان يمكنه إعادة الموت إلى الحياة. عندما سمع أغنى رجل في العالم عن هذا، أحضر الرجل أمامه فورا، أخرج 200 كيلوغرام من الذهب وتوسل إلى الرجل لإنقاذ ابنته، لكن الرجل لم يكن واثقا، لذا رفض. اعتقد الرجل الغني أن المكافأة لم تكن كافية، فأخرج بطاقة سوداء بقيمة 10 مليارات دولار. عندما رأى مدى يأسه، قرر الرجل أن يخاطر، ولكن عندما دفعت الفتاة للخارج صدم الرجل، كان جسدها قد تجمد بالفعل وأصبح صلبا. نصح الرجل الغني بأن يدعها ترقد بسلام، لكن الرجل الغني أصر على أن ابنته لم تمت، حتى أنه هدد الرجل وطالبه بإنقاذها. شعر الرجل بالخطر وحاول الهرب، لكن الرجل الغني ظهر فجأة أمامه وقال إنه سيجعل الرجل يموت مع ابنته، ومع ذلك لم يكن لهجوم الرجل الغني أي تأثير على الرجل على الإطلاق. عندها فقط أدرك أن الرجل كان أقوى منه. عندما رأى الرجل يدير ظهره ليغادر، ركع على الفور وبدأ بالبكاء. توسل إليه لإنقاذ ابنته. لم يكن أمام الرجل خيار سوى المحاولة. أخرج حبة تجريبية غير مكتملة ووضعها في فم الفتاة. لم يحدث شيء. بدأ الناس الذين يشاهدون يتهمونه بالكذب. فجأة انحنى الرجل وقبل الفتاة. لا يزال لم يحدث شيء. الآن أصبح الجميع أكثر اقتناعا بأنه كاذب. طلبوا من حراس الأمن أن يسحبوه إلى الخارج. اتهمه بعض الناس حتى بالقتل. وعندما كان الحراس على وشك حمل الرجل بعيدا، عادت الفتاة فجأة إلى الحياة.